السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة هنعمل هوت دوج بطريقة جديدة. نسمي الله ونشوف هنبتدي كده نعمله مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كوباية لبن، سكر، خميرة، بيضاية، كوبايتين من الدقيق، ومعلقتين من الزبدة، مكعبين زبدة. بس ده في اخر العجينة ان شاء الله نعجن بيهم العجينة بعد ما نخلص كل العجن. بس ده في اخر العجنة هنضيف لها الزبدة ونعجنها تاني. حطيت كده اللبن والسكر وهقلبهم مع بعض، وهبتدي اضيف لها الخميرة. هقلبهم كويس عشان الخميرة كده تديني الاختبار بتاعها وتخمر. هضيف لهم البيضاية وهقلب كله مع بعضه كده. هبتدي ان انا احط الدقيق كده. حطيت معيارين من الدقيق ورشة ملح، وهبتدي اعجن كده العجينة. هخلط كده الدقيق مع المكونات كلها وهبتدي اعجنها. بعد ما نخلص عجن خالص والعجينة تبقى اتعجنت واتخدمت كويس، هحط لها مكعبين من الزبدة. دي كده المادة الدهنية اللي احنا هنحطها. طبعا عايزة تحطي زيت ممكن تحطي زيت، بس هو الافضل ان انت تحطي زبدة. هي بتبقى احلى بالزبدة، بتديكي طعم حلو جدا وغني للعجينة نفسها. بس هي كده العجينة كلها كويسة تمام. وهبتدي اجهز بقى كده على ما العجينة بتاعتنا تخمر هبتدي اجهز الهوت دوج. انا هنا كنت سلقته كده، اديته غلوة بمية سخنة، يعني عملت مية مغلية وحطيت الهوت دوج فيها وعلى طول ما خدش دقيقة رحت مصفياه. هبتدي ان انا اقطعها كده نصين، وعندي جبنة موتزاريلا اللي هي الصوابع ديت، فهقسمها كده وهروح عاملة بالشكل ده. طبعا ده حسب ما تحبي، وطبعا كل واحد حسب ما بيحب ياكل وحسب ذوقه، فانت تعمليها باختيارك انت زي ما انت حابة. طبعا الحشو ده برغبتك انت حسب ما تحبي. عايزة ممكن تعملي جبنة على هوت دوج، ممكن تعملي جبنة بس او هوت دوج بس، برضو زي ما تحبي. ممكن زي الشكل اللي انا عاملاه ده، وتبقى الجبنة في النص كده بتديكي مطة وطعم حلو جدا. دلوقتي العجينة بتاعتي اختمرت خلاص. هبتدي ان انا احطها على هقطعها كده الاجزاء، هوزعها كده اجزاء بحيث انها اجهزها. هجهزها كده لكور. بعد ما قطعتها هعملها كده كور كلها صغيرة بالحجم دون، وهركنها كده على جنب لحد ما اخلص. كده انا عملتهم كلهم خلاص. هبتدي ان انا ابتدي افرد فيها، احط رشة من الدقيق وابتدي افرد الكورة من الكور العجين اللي احنا قسمناها، وهعملها كده بشكل مستطيلي عشان كأني بعملها بالظبط عيش فينو، زي رغيف الفينو بالظبط اللي احنا بنعمله مستطيل كده. وهبتدي افردها كده بالشكل ده.
انا هنا كده فردتها خلاص زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده معاكم. هبتدي ان انا المها من الطرف، هبتدي ان انا المها كده من الحرف بتاعها كده واحدة واحدة، ابرمها كده كلها مع بعضها زي الرول، والفها كلها كده على بعضها بحيث انها تكون متقفلة معايا، واتك على الطرف بتاعها كده العجينة، احاول ان انا اقفلها كلها من كل الاتجاهات عشان ما تفتحش معايا لما تخمر، عشان العجينة طبيعي لما بتخمر ممكن تفتح معاكي وتفتح، فانت لما تقفلي الطروف بتاعتها كويس فمش هتفتح معاكي وتبقى مدياكي نتيجة كويسة مع الخمر بتاعها. هبتدي ان انا اجيب الستاكس العصيان اللي احنا عاملين فيها الهوت دوج، وهبتدي ان انا اعمله، احطه عليها كده، الفه عليها كده زي ما انتوا شايفين الشكل كده ده معايا. هلفها كده بطريقة حلزونية، طريقتها سهلة جدا مش هتاخد معاكي وقت وما فيهاش اي تعقيدات، وطبعا شكلها هتبقى حلوة جدا ومبهجة، الولاد هيحبوها. وهقفلها كده من الطروف، هحاول ان انا اتك على الحرف ده وعلى الحرف التاني من هنا كده عشان ما تفتحش معايا لما تخمر. وكده انا عملت كل الهوت دوج، لفيته خلاص على لفيت العجينة خلاص عليه. هبتدي ان انا اجيب صينية وادهنها اي مادة دهنية، او احط ورق زبدة. وبرضو حطيت ورق زبدة وحبيت ان انا اديله رشة كده من الزيت عشان برضو ما اديش فرصة ان العجينة او الهوت دوج يلزق معايا لما في التسوية. وهحطه كده، هرصه في الصينية، وهبتدي ارصه كده كله مع بعضه عشان ادخله على الفرن درجة حرارة طبعا 180. انا مولعة الفرن قبليها طبعا عشان يسخن معايا. وهبتدي كده ادهنه بصفار بيضة ونص معلقة من الخل، وابتدي ادهنه كله كده بصفار البيض. طبعا ممكن تدهنيه بلبن، مش شرط صفار بيض، بس انا دهنته بصفار البيض مع نقطتين من الخل. وهبتدي ان انا افتحه كده بالسكينة، اديله شكل كده. هبتدي ان انا افتحه كده واديله شكل بالحرف السكينة. هو طبعا بعد ما تعمليه كده بتسيبيه يخمر شوية، فانا بجهزه كله وبعد كده هسيبه بتاع ربع ساعة او 10 دقايق يكمل الخمر بتاعه. واحط له كده رشة من المايونيز، هبتدي ان انا احط له كده مايونيز، دهنة من المايونيز كده في النص، بتديله طعم حلو جدا وشكل حلو. وكده هدخله الفرن. وده الهوت دوج بتاعنا بعد ما استوى. انا عايزه اقول لكم بصراحه شكله حلو قوي وريحته تحفه بجد. شايفين عامل ازاي؟ طبعا الولاد هيفرحوا بيه كده وبشكله، الجبنه جوه سايحه والهوت دوج مستوي، بجد خطير جدا. جربوها يعجبكم. الف هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس.